بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، خبر عاجل: رسميا أعلن نادي النصر السعودي ليلة الجمعة ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتد حتى عام 2025. وكتب النادي في تغريدة على تويتر: الرياضي الأعظم عالميا يوقع رسميا للعالم مع وسم رونالدو نصراوي. وأضاف النصر: وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، سيمتد العقد حتى 2025، مصحوبا بصورة لرونالدو وهو يحمل القميص رقم 7 للنادي. تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك من دون كشف عن القيمة المالية للصفقة. وكان مصدر مقرب للنادي أكد في وقت سابق التوصل إلى اتفاقية تم صاحب 37 عاما. وقال المصدر إن أفضل لاعب في العالم 5 مرات وقع رسميا مع النصر ل2.5 سنة، مضيفا أن قيمة الصفقة بلغت أكثر من 200 مليون يورو، وأن اللاعب الذي قاد بلاده إلى لقب كأس أوروبا 2016 سيصل الرياض الأسبوع المقبل. ويتجه رونالدو المتوج ب5 ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى الدوري السعودي بعد مشاركة مخيبة في مونديال قطر وانفصال غير ودي عن مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي قرر التخلي عنه بسبب الانتقادات العلنية التي وجهها له ولمدربه الهولندي إريك تين هاغ. وكان مونديال قطر مخيبا للآمال بالنسبة لرونالدو من كل الجوانب، رغم أنه سجل هدف الافتتاح لفريقه في مرمى غانا من ركلة جزاء، ليصبح بالتالي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفا في 5 نسخ مختلفة. لكن الباقي لم يكن كافيا، لأنه قدم عرضا ضعيفا أمام أوروغواي ثم أمام كوريا الجنوبية. وبعد اكتفائه بالجلوس على مقاعد البدلاء في الفوز الكاسي على سويسرا ب6-1 في ثمن النهائي، دخل في الشوط الثاني مباراة ربع النهائي ضد المغرب من دون أن يقدم شيئا يذكر. فهنيئا للنصر السعودي العالمي بهذا التوقيع العالمي، وكل متمنياتنا للاعب كريستيانو رونالدو أن يقدم كل ما لديه للنصر السعودي.